كابتن عمر، هارد لكم، خسارة قاسية، نقدر نقول خسارة غير مستحقة. المنتخب السوري لعب أدى اليوم للأمانة، كانت واحدة من أفضل المباريات التي لعبتوها، بس هل من الإمكان كابتن عمر بكل أمانة وصراحة يعني المنتخب ما استغل الكرت الأحمر للمنتخب الإيراني؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لا للأمانة لعبنا مباراة منيحة، عم تلعب مع فريق قوي، فريق عنده لاعبين من أهم اللاعبين بآسيا. بالأخير طلعنا بضربات الحظ. يعني أنا بظن بهيك مباريات ما بظن إنه خسرنا، نحن كسبنا فريق، وإن شاء الله الجاي يكون منيح لنا إن شاء الله وللشباب إن شاء الله. ليش ما استغلتوا الكابتن؟ هل هناك في اسباب؟ هل هي طريقه عمل المدرب؟ يعني اعتقد انت لاعب من اللعيبه الخبره. للامانه هن يعني قلت لك هن لعيبه مناح وبيعرفوا كيف يوقفوا، الطرد ما اثر عليهم كثير، غير انه قدرنا نستحوذ على الكره بس ما قدرنا نسجل. بس الحمد لله بالاخير هذا حال كره قدم. شو تقول للجمهور اللي ساندك؟ شكرا لهم ان شاء الله، شكرا مساعدهم ان شاء الله جاي. موفقين يا كابتن، هارد لكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. اذا المنتخب السوري ودع هذه البطولة أداء رجولي في هذه المباراة. للأمانة ما قصروا. أحمد مدني حارس المرمى للمنتخب السوري. أحمد في البداية نقول هارد لك، يعطيكم العافية، ما قصرتوا، قدمتوا أداء رجولي في هذه البطولة، حتى هذه المباراة قدمتوا أداء ولا أروع. الحمد لله رب العالمين، أكيد على كل شيء. اليوم مثل ما الكل شاف قدمنا مباراة كثير كبيرة. بعتذر ما كثير عم يطلع صوتي يعني من خلال المباراة، فكثير بعتذر عن الصوت. يعني كنا متابعينك ونسمع صراخك في الملعب على اللعيبة. أكيد الحمد لله رب العالمين. يعني اليوم قدمنا مباراة كبيرة، كنا قادرين ناخذ المباراة الحمد لله على كل حال. يعني أنا بدي أعتذر ما عم يطلع صوتي والله. مسموح. عفوا بعتذر والله. شكرا. مسموح يا كابتن. معنا السيد هيكتور كوبر مدرب المنتخب السوري. كابتن في البداية هارد لك، قدم المنتخب السوري أداء قوي، أداء رجولي، ظهر بصورة ممتازة في هذه البطولة. Hemos dado todo lo que tenemos. اللعيبة أعطت كل حاجة. No hay más. مفيش أكتر من كده أقدر أطلبه منهم. Esa es la realidad. هي دي الحقيقة النهاردة اللي El حصل. esfuerzo ha sido المجهود اللي اللعيبة قامت بيه كان tremendo contra una muy buena selección, muy buena. قوي جدا فعلا، منتخب قوي جدا محترم جدا المنتخب الإيراني. Y realmente yo estoy contento porque estos muchachos, estos chicos, لأن اللعيبة قدمت أقصى حاجة، محدش بخل بأي نقطة عرق. más no se le podía pedir. ما أقدرش أطلب منهم حاجة أكتر من كده. Nos hubiera gustado ganar desde ya. أتمنى طبعا في ضربات الحظ إن احنا نكسب في الآخر، لكن هي دي كرة القدم. Por lo menos luchamos hasta el final y tuvimos opciones. وكان عندنا فرص إن احنا نكسب، لكن فضل مش الحمد لله. يعني رغم الانتقادات اللي صارت قبل البطولة، لكن قدر انه يحتوي اللعيبه ويبعد اللعيبه عن هذه الانتقادات وعن هذه التصريحات. Mira, yo ya estoy acostumbrado a las críticas. احنا متعودين خلاص على الانتقادات، هي مهنة كرة القدم. Y es parte de la vida del fútbol. هي جزء من حياتنا في كرة القدم. Ahora estos muchachos han superado un montón de cosas. الشباب استحملوا بشكل كبير جدا. Y la energía que han mostrado, la actitud. الطاقة والمجهود اللي لعبوا Se ha visto en la cancha. علشان بلدهم، كل الناس شافته في أرض الملعب النهارده. شكرا لك. شكرا للكابتن هيكتور كوبر. معنا أحد القادة للمنتخب السوري كابتن عمر. نقول لك هارد لك، ما قصرتوا، يعطيكم العافية، قدمتوا مباراة جميلة. ركلات الحظ أنا دائما أسميها هي ما أقصتكم عن هذه البطولة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، هذا حال كرة القدم. بالأخير اليوم قلت لك من أهم المباريات اللي بنلعبها، كانت مباراة كتير حلوة، ما استغلينا الطرد بشكل أفضل يعني، بس هذا حال كرة القدم. مثل ما أنت قلت ضربات الجزاء دائما ما بتعطي دائما للفريق المنيح يعني، والاخير طلعنا خسرانين، وهذا حال كرة القدم. يعني انتقادات كثيرة واجهتكم، ضغطتكم قبل البطولة، لكن قدرتوا تتعدون عليها، وصلتوا دور ال16، ما حالفكم الحظ. هذا كرة القدم يعني، هي كرة القدم كلها ضغوطات لازم تتحملها، ولازم تكون قد المسؤولية. صح وصلنا لدور 16، بس لازم انه ما تكون هي المباراة نمشي عليها يعني، لازم محتاجين كثير شغل، الناس كلها عم تتطور. إذا بدك توصل لأبعد من هيك فلازم تشتغل، وتشتغل دائما بأسرع وقت، ما تستنى لحتى قبل أي بطولة إنك تجهز فريق. يعطيك العافية. شكرا
حياكم الله يا جماعة، نرحب فيكم. طبعا اليوم شفنا المنتخب السوري أدى أداء رجولي وكان يمني النفس لتحقيق الانتصار والوصول إلى دور الثمانية. كانت كل الجماهير طامحة بعد الطرد اللي صار وبعد التعادل. كلنا كنا نقول أن سوريا اليوم راح تجتاز دور ال16 إلى دور الثمانية. إيش اللي صار؟ إيش اللي حدث؟ والله يعني ما بعرف. المنتخب يعني الحمد لله نحن اللي مبسوطين كثير بمنتخبنا انه رجعت له روحه، رجعت رجولي الروح، العزيمه، الاراده تبع المنتخب اللي فقدناها لفتره كثير طويله. اليوم شفناها، قاتلوا الشباب، ما قصروا، بس بالنهايه ضربات جزاء. انا كنا بنفضل انه ننهيها قبل ما نوصل لضربات. هذا اللي نقول عليه. يعني ليش ما نهاها؟ هو شوي المدرب كان لازم يعطيهم اكثر، انه يهجموا اكثر للمنتخب تبعنا، بس يعني مشينا مثل ما بدها ايران انه توصل لضربات جزاء للاسف. بس مشكورين، ما قصروا اولادنا شبابنا، الله يعطيهم العافيه. هذا المنتخب يبنى عليه بسوريا، ان شاء الله القادم افضل لهالمنتخب، وموعدنا ان شاء الله بتصفيات كاس العالم باذن الله. اشكرك. يعني ايش اللي صار؟ اللي صار فريقنا الاستعداد قبل البطولة ما كان موجود، اجوا لاعبين جداد، تاخذ وقت، الكيمستري مو موجودة. الإيران فريق أفضل، بس نحن عندنا إمكانيات أقوى وممكن بالمستقبل نصير أحسن. ما كانت قاب قوسين انك انت تحقق الانتصار؟ طبعا رغم انه الظروف خدمت المنتخب السوري. كانت ضعيفة جدا بس كان بدها ثقة شوي. الأسباب هو الكيمستري، الاستعداد كان قليل، وجو لعيبة جداد بده وقت لياخذوا على بعض، وعندنا يمكن ان شاء الله للمستقبل. كمشجع سوري راضي اليوم؟ طبعا بالامكانات الموجوده والحاليه كثير. نحن جينا من الولايات المتحده الامريكيه على دبي على قطر نتفرج، نحن راضيين، نشكر الفريق السوري على الاداء المتميز، نتمنى يقدم افضل ويثق بنفسه لانه عنده قدرات وامكانات، وان شاء الله السنه الجايه او المواسم الجديده ان شاء الله. يعطيك العافيه. تعال يا كابتن، تعال تعال تعال. مبروك، المنتخب الايراني يعني حقق انتصار وفاز مثل ما بنيت وتوقعت في بدايه المشوار، لكن كان فوز صعب، كان فوز صعب. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والى قناه الموقره الكاس والكوابتن داخل الاستوديو، وتحياتي للاخ خالد جاسم. الف مبروك الى المنتخب الايراني، وشفت يعني مباراه حاسمه كانت وصعبه كلش كانت الى المنتخب الايراني، وما حد كان يتوقعها. المنتخب السوري يلعب، انا اول هاف تايم كان الى المنتخب الايراني هو شفت، وهاف تايم الثاني من بعد الطرد صار الى منتخب السوري. الحمد لله والشكر. وشفت المباراة اللي يعني خوفكم السوري اليوم، تعبكم السوري اكثر من تعب، اللاعبين مصابين واللاعبين كانوا مصابين اكثر من اللازم، والتغييرات شفت الخروج اهم شيء خروج مهدي طارمي. انا من بعد المنتخب العراقي تحياتي لهم لما خرجوا من الدوري، يعني بعد ما عندنا اي فريق، قلنا اعتمادنا على المنتخب الايراني، وان شاء الله تحياتي والجماهير ان شاء الله فريق القطري يصعد. وتحياتي لكابتن جاسم، كابتن خالد جاسم، وكل تحياتي. الله يعطيك العافيه، ونقول مبروك للمنتخب الايراني. اكيد اراء، وهناك مثل ما نشوف احتفالات واهازيج ايرانيه، بنحاول ان نحن ناخذ منها الشيء البسيط والجميل اللي موجود. مثل ما تشوفون، شوفوا هذه هي احتفالات، خليكم معها. شكرا، نقول مبروك لايران، واحد اوفر للشقيق السوري. عموما معنا اللاعب وحارس منتخب ایران علی رضا. علی مبارک باش، بازی چطور بود؟ مرسی تبریک میگم به مردم عزیز کشورم ایران، تبریک میگم به بچه‌ها، تبریک میگم به کادر فنی. بازی خیلی سنگینی بود، بازی بود که واقعا ما میدونستیم سوریه تیمی خیلی میتونه امروز اذیتمون کنه و دیدید اونجوری شد. ما قبل اینکه مهدی طارمی عزیز اخراج بشه موقعیت خیلی خوبی داشتیم، میتونستیم با اختلاف 2-3 گل بتونیم بازی رو اداره کنیم و بتونیم بازی خیلی خوب انجام بدیم، ولی متاسفانه از موقعیتمون استفاده نکردیم و یکی از بازیکن‌های خوبمون و تاثیرگذارمون مهدی عزیز از دست دادیم و چیز طبیعیه که واقعا سوریه هم با تعویضایی که انجام داد تیم ما رو برد تحت فشار. خدا رو شکر میکنم، فقط ما دنبال این بودیم که بازی رو حفظ کنیم و بکشه به ژاپن. تیم خیلی بزرگیه و
اینو دیگه به همه ثابت کرده که با چه امکاناتی وارد این جام ملت‌ها شده و بازی‌های بزرگی انجام داده، بازی دوستانه خیلی بزرگی انجام داده. الان شاید همه شانس اول قهرمانی این دوره رو ژاپن بدونن و همیشه بازی حساسی بوده بین ژاپن و ایران. دور قبلی جام ملت‌ها هم باز بین ژاپن و ایران بود که متاسفانه ما حذف شدیم و امیدوارم که بازی بعدمون که فکر کنم 2 روز 3 روز دیگه است بتونیم با تمرکز بالا با یه تیم خیلی خیلی خوب و تیمی که واقعا همه قاره آسیا باید بهش احترام بذارن و بازیکن‌های خیلی بزرگی داره تو تمام کشورهای دنیا و خیلی از بازیکناشو می‌بینید که ستاره بازیشون تو تیم‌های اروپایی ولی با تیم ملی ژاپن روی نیمکت نشستن و واقعا 2 تا تیم فوق‌العاده داره. ولی ما هم بچه‌های خیلی بزرگی داریم، بچه‌هایی داریم که تیم‌های خوب اروپایی بازی می‌کنن و من مطمئنم که درسته ما بازی بعد مهدی طارمی رو نداریم ولی همه بچه‌ها با قلبشون واسه مهدی بازی می‌کنن، با قلبشون واسه مردم ایران بازی می‌کنن و امیدوارم یه بازی خیلی خوب با دعای خیر مردم ان شاء الله بتونیم موفق باشیم. مبارك وشكرا طبعا علي رضا ما شاء الله عليه حلل المباراة بصورة كبيرة جدا وتكلم بإسهاب عن هذا اللقاء وتحدث أيضا عن المنتخب السوري وما قدمه من أداء كبير أمامهم. إذن هو يبارك لإيران الوصول إلى الدور القادم ويبارك للاعبين بهذا الأداء المثالي الذي قدموه في هذه المباراة. كان حديثه أن المنتخب السوري قدم مباراة كبيرة، كان حائط صد منيع بالنسبة لفريق أمام الفريق الإيراني. أيضا تكلم بأن اليوم الحظ عاندهم كثيرا في هذه المباراة، وجدوا صعوبة كبيرة في الوصول إلى المرمى، وجدوا صعوبة في التسجيل بحكم أنه وصلوا إلى المرمى كثيرا ولكن الكرة ما كانت تدخل يعني، فكان هناك نوع من الحظ. أيضا سألته على المباراة القادمة من فريق اليابان. بطبيعة الحال أثنى على المنتخب الياباني وتكلم بأن الفريق الياباني فريق قوي وجبار وله سمعة كبيرة على مستوى قارة آسيا وعلى مستوى العالم بشكل كامل، بأنه يمتلك تكتيك قوي ويمتلك سرعات عالية. مباراة تكتيكية مختلفة راح تكون أمام المنتخب الياباني. أكيد المباراة راح تكون رتمها عالي، راح تكون صعبة على الجميع، ولكن في النهاية أيضا هو تحدث بأنهم قادرين على هذه المواجهة الصعبة كما وصفها علي رضا حارس المنتخب الإيراني. عموما نقول مبروك لإيران وحظ أوفر للمنتخب السوري، وأيضا راح يكون لنا وقفة أخرى في حال استجد أي شيء جديد. وعندنا هدف هو يعني احنا كان هدفنا الوصول لدور ال16، لكن طلعنا من البطولة بأداء مشرف، بأداء رجولي. مشكورين اللعيبه كلهم ما حتى قصر، ما بدي يعني ما بدي اذكر اسماء عشان لا ازعل حدا. الكل كلهم كانوا نجوم، كلهم كانوا على قلب واحد. فعندنا تصفيات كأس العالم الشهر الجاي التركيز عليها، فاشوف ان هدفنا كأس العالم وقادرين ان شاء الله نوصل مع زياده عدد الانديه اللي تشارك بكأس العالم. فرصتنا كبيره كثير مع هذا الاداء ومع هذه العناصر الموجوده، باذن الله قادرين نوصل ان شاء الله ونسعد الشعب السوري. هارد لك الشعب السوري ولكل محبين المنتخب السوري. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. منتخب ايران دكتور طارق خرج بما اراد وهو التاهل الى الدور المقبل من هذه البطوله، دور الثمانيه، وفي نفس الوقت تعامل تعاملا منطقيا واقعيا بعد النقص العددي. واعتقد هذا جرس انذار كبير جدا للمنتخب الايراني. المنتخب الايراني مرشح لتحقيق اللقب، لكن ما ظهر فيه اليوم من اخطاء على مستوى الجانب الدفاعي، خط الدفاع. سوف يقابل المنتخب الياباني في الدور القادم. المنتخب الياباني خطر هجوميا، خطر في التحول، خطر في التحضير، لا منتخب سريع. راح تكون مشاكل كثيرة بالنسبة للمنتخب الإيراني إذا ما تعالج هذه المشاكل الموجودة. الجانب الآخر مهم خروج طارمي. بعض الأحيان أنت في لاعب يكون نجم فريق، نجم المنتخب، يخرج يفتح مجال لنجوم أخر في المنتخب. هذا الموجود طارمي يمكن يفتقد المنتخب الإيراني الدور القادم، لكن هناك في أكثر من لاعب ممكن يسد هذا المكان. خط الدفاع مشكلة المنتخب الإيراني إن لم تعالج، أنا أشوف بوجهة نظري سوف تكون نتيجة كبيرة أمام المنتخب الياباني. فاصل قصير سنعود بعده. المباريات الأربع في ربع النهائي، حيث يلاقي منتخب طاجكستان منتخب الأردن
في مباراة تلعب الجمعة، والجمعة كذلك يلعب منتخب أستراليا وكوريا الجنوبية في مباراتين من ربع النهائي لهذه البطولة. أما السبت فيلعب منتخب إيران مع منتخب اليابان عند 2:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. تختتم مباريات ربع النهائي بلقاء يجمع بين منتخب قطر المنتخب المستضيف لهذه البطولة ومنتخب أوزبكستان عند 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. تعرفنا إذن على المنتخبات الثمانية التي تأهلت إلى ربع النهائي لهذه البطولة، وقد شاهدنا خروجا كبيرا دكتور للمنتخبات العربية واحدا تلو الآخر بعد أن ظهروا بشكل ممتاز جدا في دور المجموعات. نعم، يعني من المنتخبات المنتخب العراقي، المنتخب السعودي، المنتخب البحريني قدم مستوى جيد في المجموعات، اصطدم في منتخب مثل اليابان. النتيجة كانت كبيرة وعريضة بالنسبة للمنتخب الياباني. المنتخب السعودي حاول لعب مباراة كبيرة مع المنتخب الكوري ليلة البارحة، لكن أيضا ركلات الترجيح. أنا أشوف أن المنتخبات العربية أو الخليجية قد تكون استفادت من هذه البطولة كاحتكاك وكإعطاء فرص لبعض اللاعبين، ومن ثم تحضير لما هو قادم. تصفيات كأس العالم مهمة بالنسبة للمنتخبات، خصوصا أن قادمة في 2026 أصبحت العدد أكبر. قارة آسيا اعتقد 8 مقاعد، يعني كان هناك في نوع من الزيادات، فبالتالي فرصة التواجد في كأس العالم مهمة وفرصة متاحة بالنسبة للجميع. عمر، سؤال شخصي إن سمحت لي. يمكن في بداية هذه البطولة كنت تحدث عن اعتزال عمر الدولي، الآن سأعيد السؤال في نهاية البطولة بعد أن شاهدت هذا الأداء من منتخب بلادك. لو قدمت لك الدعوة للعودة وتمثيل المنتخب السوري، ماذا سيكون رد؟ هذا منتخب بلدي بالنهاية وما أبخل عليه بأي شيء. أنا صارت عندي ردة فعل، زعلت، كنت يعني حابب أن أكون متواجد مع اللاعبين وأخدم بلدي وأساعد إخواني اللاعبين داخل أرض الملعب. للآن أنا ما عرفت إيش سبب استبعادي، لكن بالنهاية قرار الصفحة وانتهت. الآن خرج المنتخب من كأس آسيا وفي صفحة جديدة كبيرة هي تصفيات كأس العالم. وهذا طموح الشعب السوري حالي. يعني الشعب السوري حلمه انه يشوف منتخب سوري بكأس العالم. طموح اي لاعب ان يلعب في كأس العالم. اكيد يعني ما في شك. ان شاء الله اكون اول متواجدين ان شاء الله في حال تم دعوتي. لا، عطني جواب واضح. خلاص ان شاء الله في حال تم دعوتي اول الحاضرين ان شاء الله. يعني الو عمر انت معنا منتخب. اول الحاضرين. انا ما ابخل على بلدي باي شيء. كنت حابب ان اكون متواجد بالبطوله، لكن راحت ورب العالمين يعني ما كتب لي. بالنهايه كل شيء قسم ونصيب بالدنيا. وهذه اللقطات اللي صوروك فيها الزملاء وانت ما تدري اثناء ركلات الترجيح اللي تاكد تعاطفك ورغبتك لفوز المنتخب السوري. زملائك اخوانك كنت تتمنى اكيد أن يتواجدوا في ربع النهائي بعد أن قدموا واحدة من أهم المباريات في تاريخ كرة قدم السوري. كسروا كل التوقعات اللي كانت موجودة. كل الناس اللي تكلمت على المنتخب السوري كسروا كل التوقعات المنتخب، وكانوا قادرين اليوم، لكن سبحان الله رب العالمين ما كتب. ممكن يعني منتخبنا يحتاج للتكتيك الهجومي قليل. يعني في يعني كابتن الأشواط الإضافية الثانية أنت مطرود من عندك لاعب، ما احنا عارفين نوصل الكرة للمهاجم، فهذا الشيء اللي ينقصنا. أتمنى من الكادر الفني إن كنت أنا موجود ولا أي حدا موجود، أنا أتكلم اليوم كواحد من الجمهور السوري، يشتغل على التكتيك الهجومي. اليوم كنا نحتاجه خاصة بالأشواط الإضافية. مطرود لاعب وكل المباراة صارت خلص بين يدنا. المنتخب الإيراني صار يعني هو بده يوصل للبلنتيات، فلكن توصيل الكرة للمهاجمين اليوم خاصة بالأشواط الإضافية كان ضعيف جدا، مع انه احنا كنا مسيطرين على المباراة لكن من غير فاعلية. من عمر إلى عمر آخر، إلى قائد منتخب سوريا في هذه المباراة، إلى عمر خريبين صاحب الهدف الوحيد لمنتخب سوريا في هذه المباراة، واللاعب الوحيد الذي سجل لسوريا في هذه البطولة هدفين متحدثين بعد نهاية هذه المباراة. كابتن عمر، هارد لكم، خسارة قاسية، نقدر نقول خسارة غير مستحقة. المنتخب السوري لعب أدى اليوم للأمانة، كانت واحدة من أفضل المباريات التي لعبتوها، بس هل من الإمكان كابتن عمر بكل أمانة وصراحة يعني المنتخب ما استغل
الكرت الاحمر للمنتخب الايراني. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لا للامانه لعبنا مباراه منيحه، عم تلعب مع فريق قوي، فريق عنده لاعبين من اهم اللاعبين باسيا. لكن ايران اثبتوا انه فريق قوي ومنافس جدا على البطوله. مبروك ايران. ايران كيف المباراه اليوم؟ تمام مباراه. حاجي غلوب. احوالي شباب. على فيلان ان شاء الله. المباراه الجايه جابان ما في شيء. خلاص كان تفضل. نسور قاسيون ونعم قدمتوا مباراه كبيره. نسور قاسيون كانوا موجودين بالساحه، معركه حاميه. صحيح. قدموا انجزوا ابدعوا. كانوا نسور بسماء الدوحه. صحيح. وكانوا نسور معنا بالاستاد وبالملعب ابدعتوا، يعطيكم العافيه والقادم افضل ان شاء الله. ان شاء الله. كيف وزيران تودي مبسوط؟ مبسوط. عيون حاجي غلوب، حاجي كاسم. ايران فوز. 100 ايران. ممتاز منتخب ايران. حكم كوري موزيا. يابان اسمع انك بتدمع. وزيران سوريا وين؟ نوم روح البيت نوم. ان شاء الله يابان. جابان ايران. جابان شنو 2-0 كان ايران جابون خلاص بعد جابان خلاص. هاتوا يابان نفوت. يادو يابان بيا قولها. سوريا اسمع. يابان يسمع. اموالعين الايرانيين سبيك بيا جابان. بيا جابان. ايران ممتاز. ان شاء الله حاجي غلوب. ان شاء الله يوم السبت ايران 3 جابان 0. ولعها حاجي غلوم. وجعها يقولوا 3. ولعها. اجواء جميله جدا. بارك المنتخب الايراني ومبارك المنتخب السوري هذا الاداء الجميل، ولكن في النهايه هناك فائز، واستحق المنتخب الايراني ان يصعد الى دور الثمانيه. بيكون لدينا ما هو جديد، نتواصل معكم ان شاء الله. مرماه وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة طولية إلى الأمام. تلعب الكرة إلى الأمام. مرت الكرة، يمر ويلعب كرة، تسديدة من أول لمسة. تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقات، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. الحارس يبعدها بقبضة يده. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس.